السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم كل خير. اذكروا الله وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقولون دائما النصيب يصيب مهما طالت الدنيا ولا قصرت، راح الزمان ولا جاء اللي الله كاتبه لك ومن نصيبك بتاخذه. شيء كتبه لك الله بتاخذه، طال الزمن ولا قصر. تلف الدنيا وتروح وتروح وتروح، لكن الشيء اللي أنت ربي حاطه من نصيبك وكاتبه من نصيبك لا بد لك انك تاخذه، لو حتى وانت على فراش الموت. هذه وحده تقول قبل ما يقارب 40 سنة، تزيد بشيء بسيط تنقص بشيء بسيط في الحدود هذه. تقول كنت في ذاك الوقت عمري في حدود 17 18 سنة تقريبا في الحد هذا. وتقول عندي أخت أصغر مني بسنتين. أنا عمري تقريبا 18 وعندي أخت عمرها 16 سنة. في ذيك الفترة البنت من يوصل عمرها 13 14 سنة تراها تتزوج، ما عاد تقعد. فيه واحد تقول من ربعنا ومن جماعتنا يجي دائما يسير على أبوي من يوم مني صغيرة، طبعا قريب لنا، تقول من نفس الأسرة ما هو بعيد. وكان دائما يجي يسير على أبوي. تقول والله إنه رجال في أصغر من أبوي بشيء بسيط. تقول خذنا، تقول أنا والله أني من يوم ما شفته، من يوم ما عرفته وهو رايح جاي عندنا وتعامله معنا حتى وحنا أطفال ذيك الأيام، كان تعامل أب، ما هو بتعامل شخص مسير كذا، لا حنون وطيب وكلامه حلو ويمزح معنا، ولا عمره جاب بيده فاضية حتى لو انه جايب له تمر في مخباه ولا زبيب ولا لوز ولا حاجة كذا ولا شيء من انتاج مزرعتهم ماخذه معاه وجايبه ويعطينا يقسمه علينا على اخواتي واخواني. الهدف يوم اقول لكم هي واختها اللي كانوا في عمر الزواج في ذاك الوقت، ولا عندها اخوات ثانيين. تقول اختي ذي اسمها صالحة اللي اصغر مني، والكبرى هذه الكبرى هذه الاخت اللي تسولف اسمها غالية. غالية وصالحة. تقول كان ذا كل ما جاء وعطانا شيء. تقول والله تقول انا عن نفسي كان له اثر، اللي يسويه كان له اثر في نفسي، الى درجه اني والله إن كنت احبه جدا. ولكن طفله عمرها مثلا 7 سنين ولا 8 ولا 6 سنين ما تدري وش المشاعر هذه وش هي بالضبط. لكن ان الادمي له مشاعر وله وقع في نفسي اني احبه مثل محبه الاب العم الخال الاخ. كذا لما اشوفه استانس واحس ان سريري تتهلل وانبسط. تقول في ذيك الفترة ترى الناس كل يشوف الثاني، يعني بطبيعتنا مجتمعنا اللي حنا فيه، يعني حتى المرأة أهم شيء أنها تكون مستترة في لبسها وحجابها، ولا عادي يعني لو يصادفها رجال وهي رايحة لمزرعتها ولا طالعة للجبل تحطب ولا شيء ما فيه، ممكن اللي مرة ودها تسوي كذا بس ترد شيلتها على وجهها، ولا كغطاء ولا برقع ولا ما كانت موجودة في ذاك الوقت ولا هي متعارف عليها عندنا. تقول كبرنا وكل ما نكبر لين مشاعر الرجل هذا في نفسي لا زالت تكبر معي. أحد الأيام تقول بعد ما وصل عمري تقريبا في حدود، والله إني في حدود 17 18 سنة تقريبا في الوقت في الحد ذا. تقول جاء وقام يسولف مع أبوي ويقول له أبوي ليه ما تعرس يا فلان. والله كانت سوالفهم في العرس. طبعا تقول هم جالسين في تحت الرعيش. الرعيش يعرفونه البيوت القديمة في الجنوب، وفي اللي يجيك الدرج، فيه الدرج مثل بلكونة اللي من الدرج تدخلك على البيت، يسمونه الرعيش. تقول هم يكونون جالسين أحيانا على الرعيش أو تحت الرعيش وحنا ترى حولهم وحنا بعيدين. أبوي يقول له ليه ما تعرس يا فلان؟ قال له والله إن كانك بتزوجني أعرست ما عندي خلاف، ولا ودي والله نودي بالعرس. تقول تراه ذا الحين عمره فوق الأربعين. يوم يتكلم في السالفة ذي ترى عمره فوق الأربعين، يعني عمره في حدود 45 ويقربه من 50 سنة. تقول تراه مو بعيد عن أبوي. قال لها ودي بالعرس لكن تزوجني أنت. قال
قال أبوي نزوجك يا أبو حسن، ليش ما زوجك وأنا وين بلقى أحسن منك ولا أطيب منك ولا أكرم منك ولا أطلق منك في ذا الدار كلها. الدار يقصد القرية أو القرية اللي هم ساكنين فيها، يسمونها من أول، في ناس يسمونها الدار وناس يسمونها المراح وفي ناس تسميها القرية. قال أنا ماني بلاقي من أطيب منك في ذا الدار على أساس إني أبديه عليك، إي والله إني بزوجك. قال دام إنك بتزوجني توكل على الله، ها من بتعطيني من بناتك. قال له أبويا شف، اسمعني يا أبو سعد، عنده ولد اسمه سعد، واحفظوا الأسماء زين ولا تلخبطون. قال اسمع يا أبو سعد، لنا عندك فقه ولك عندنا فقه. الفقه وش هي؟ الحاجة اللي صالحت لنا ونبيها. قال لنا عندك فقه ولك عندنا فقه. بناخذ بنتك حمدة لولدي عبد الله، وبنعطيك واحدة وبنعطيك بنتي لك أنت. وش أنت قايل؟ قال له ما هم مشكلة، عطني غالية تقول أنا والله إني بطير، أحس إني بطير من الوناسة ومن الفرحة، تحركت فيني أسارير ومشاعر ما أدري من وين جات. وكنت متأكدة ومتيقنة 200% ما في مجال أصلا للشك إني أنا اللي راح آخذه. ليش؟ لأني أنا الكبيرة، أختي أصغر مني، فطبيعي إنه بيزوجون الكبيرة قبل الصغيرة، ما فيها نقاش. وحمدة بنته بالمناسبة تراها تقول صاحبة وصديقة لنا، يعني علاقتنا معهم فوق إن حنا لحمة وقرابة، إلا أن علاقتنا معهم تراها من أحسن ما يكون. ومن أول ترى حتى النسوان، يعني حتى مرتها لو درت أنه بيعرس ما هي بتزعل، لأنها تبي لها واحدة تسير معها في البيت وتساعدها، خصوصا إذا سارت الحالة وما عندها عيال متزوجين ولا بنات واجدة في البيت. تتعب المرأة واجد في شغل البيت، فبعضهم تجي هي من نفسها وتقول لزوجها رح واعرس. هي تحد زوجها على الزواج، تبي حد يجي يساعدها في شغل المزرعة، في الحلال، في الحطب، في أمور حياتها كلها. قال والله شوف أبعطيك البنية. قال خلاص عطني غالية واخذوا حمده لولدك، هذه بهذه. وبالنسبة قال أبوي لحظة خلنا أول شيء قبل الكلام ذا كله، بالنسبة تقول أنا يوم قال غالية بغيت أطير. قال بالنسبة الغالية كلمني عنها أبو فلان وقال لي نبيها لولدنا، وذا الحين والله أنا أخوك فيها قول ولا أني بقادر أقول على قول الرجال. إن كان إنك أنت رجال عجل فأنا بعطيك صالحة قدها مرة ولا هي بصغر من أختها إلا بشيء بسيط، وإن كان إنك ما أنت بعجل فاصبر لين نشوف علوم الرجال. والله ما أدري متى يرد لي خبر، متى ما تفاصلنا، لكن هي كلمة رماها لي وخلاها على وجهها. تقول ترى في ذاك الوقت البنت ما يأخذ شورها، ما يؤخذ شورها في الزواج أبدا. ما تدري بعضهم والله ما تدري إلا يوم الملك إلا هم ينادونها عندنا عشان ليلة ملكتك على فلان. تقول يوم قال كذا حسيت الدنيا دارت بي، بغيت أطيح من طولي، بغيت أموت في محلي، وأقول في نفسي يا الله إنه يقول لا خلها. تقول قال لا بالله أجل خلاص صالحة توكلنا بالله. اتفق هو يا أبوي. قال أبوي شف أنت تبي تجهز بنتك ونجهز بنتنا ولا كلن يجهز عروسته؟ قال لا بالله إلا كلن عروسته في وجهه. امرتي أنا بجهزها، بجيب لكم مصاغها اللي هو الذهب حقها وجهازها، وبنتي يجيبوا مصاغها ويجيبوا جهازها وكلنا دون وجه. قال أبوي خلاص توكلنا على الله، موعدنا إن شاء الله عقب شهر ونص إلى شهرين. تقول تحددوا لهم وقت اللي هو وقت العرس، اتفقوا وانتهوا وخلاص. تقول يوم جاء في الليل وأنا خلاص ضاقت بي الدنيا ما عاد أشوف شيء. يوم جاء في الليل تقول لا والله أن أبوي يدعي أمي. قال يا أم فلان تعالي، أم عبد الله ولده، تقول أخوي الكبير اسمه عبد الله. قال يا أم عبد الله تعالي، وتعالي عبد الله وأنا أبوك، وتعالي يا غالية، وتعالي يا صالح. تقول جينا كلنا وجلسنا عند أبوي. تقول ترى تونا ما بعد نتعشى، حنا على حول العشاء الأخير. قال عندي علم بقولها لكم، ولكن فيه ما تم وفيه من العلم ثاني طرف منه تم وفيه طرف منه ما بعد يتم. أنت يا عبد الله خطبنا لك حمدة بنت حسن، طبعا الأسماء ترونها مستعارة ولكن هي اللي مركبة الأسماء هذه. خطبنا لك حمدة بنت حسن. تقول بغى أخوي يطير من فرحته. صدق يبقى؟ قال لي بالله صدق.
تقول عبد الله بغى يطير من الفرحة، وأمي قامت ما هي بعيدة عنه: يا نافذة يا حسن، يا نافذة يا أبو عبد الله، إن كان لك بينكح ولدي. صدق هو صدق يا أبو عبد الله؟ قال لي والله صدق. قالت هو صدق أنت بتزوج عبد الله؟ قال لي بالله صدق. وتقوم تتفدى في الولد وتمسك فيه وتحبحب فيه: ويا ولدي وانا فداك والله كبرت. قال اصبري اصبري، اركضي يا مرة اركضي، وانت يا صالحة بنعطيك فلان حسن ابو سعد. تقول والله ان صالحة تغير وجهها، وان امي قالت: ها بنتي توها جاهلة، بنتي توها صغيرة. قال ما في صغيرة ولا شيء، بنعطيهم صالحة بحمده، وانتي يا والكلام انتهى. وبالنسبة لك أنت، تقول والله صالحة سكتت، ما عاد قدرت تقول شيء، وهي ما تقدر أصلا تقول شيء. قالت أمي: ما بس إنه كبير وهذا مثل أبوها. قال: لا لا، رجال يبارك الله فيه ولا يعيبه شيء، رجال في عز صباه وعز أيامه. صالحة بنعطيها حسن، وبناخذ بنته حمده لولدك عبد الله. وانت يا غالية ترى أبو راشد مكلمني يبيك لولده راشد، لا تممنا على شيء ولا اتفقنا على شيء لحد الحين، ولكنه كلمة رماها لي ولا بعد نفصل فيها لهذا الحين. ان تمت الامور عاد بنعلمك انت ان شاء الله متى حنا بنضويك، يعني متى بنزوجك. واما انت يا صالحة وانت يا عبد الله، بنضوي لهم صالحة اول شيء، وعقبها بدور يعني اسبوع بنتضوى، يعني بناخذ حمده لك. تقول قالت أمي ذا الحين والله أنها اختلطت عليها الأمور. قالت: يا أبو عبد الله أنت الحين ما بينهم إلا شهر، ما يمديني أفرح بولدي، بحزن على بنتي وعودة. خل البنت إلينا السنة الجاية ولا بعدها بستة شهور. قال: لا لا ما فيه. قال: طيب خلوا ولدي أول شيء يعرس. قال: لا أنت تقول ترى أبوي راعي نكتة وراعي سوالف. قال: لا لا، أنت عشانك بتحزين على بنتك ما يمديك تاخذ لك كم من يوم إلا جايتك الصبية الجديدة اللي أنت فرحتي واستانستي. قالت: والله يا شرعة الخاطر بكيفك، اللي أنت فيه وتبيه أبد تم، والله يتمم على خير. تقول: أنا والله إني حزينة وأختي حزينة اختي تراها ما تبيه. تقول يوم سولفت مع اختي بعدين قلت لها: يا بنت الحلال، الله قالت انا وش ذا الحظ عندي، اعطوني واحد من كمر ابوي، وانت ما شاء الله عليك بياخذك فلان راشد، رجال من عز الرجال، والله توه شباب وتوه صغير وحلالهم واجد ومدري ويش. قلت: ايه حلالهم واجد، حلالهم واجد وبيتهم كبير وضيفانهم واجد وشغلهم واجد، وهم حق حظ وهم حق عرس وهم حق زواج. الا والله انت بتاخذين فلان وش احسن منه وش اطيب منه وش اكرم منه. تقول: قامت كل واحدة منا تشكل الثانية. تقول: لا هي مقتنعة ولا أنا مقتنعة، لكن ترانا لا نقدر نرفض ولا نقدر نقول شيء ولا نقدر نتكلم ولا نفتح مع أبوي في الأمور. لأن أول شيء عيب أن البنت في ذاك الوقت تتكلم عن العرس ولا أنها تقعد تبدي رأي، ولا لها أصلا كلمة أنها تقول ليش ولا ما ليش. شوف يعني إلى درجة أنه يزوجون هذه بهذه ما عندهم أي مشكلة. تقول: خذنا فعلا حول الشهر ونص ولا شهرين، إلا والله أن أبو سعد أنت يا حسن جاي وجايب الذهب حق أختي صالحة، وجايب لها قطع قماش، وجايب لها ثياب، وجايب لها شغلات واجد وعطورات، يعني ما هي بذيك الواجد، لكن شنطة فيها ملابس وأغراض وتجهيزات، وجايب معها الذهب. وكذلك أبوي أخذ أختي وراح جهز لها. تقول: أنا لحد الحين معلقة، لاني اللي قالوا خلاص ولا لا زلت على وضعي. تقول: الله بالفعل تزوجت أختي صالحة على حسن. تقول: والله إنه يوم العرس إني أطالع فيه ببشته، وإني مقهورة فرحانة لأختي وحزينة عليها في نفس الوقت، ومستانسة أن أخذت لها رجال كفو، لكني في خاطري شيء، لأن له وقع الرجال، له وقع في نفسي، لكن خلاص ما لي نصيب فيه. تقول: أعرست أختي وقعدنا أسبوع، وأعرس أخوي عبد الله على حمده بنت حسن. تقول: والله مشت لما راح من الوقت هذا جانا رمضان. تقول: جاء رمضان وعيدنا يوم جاء ثالث أو رابع عيد، ثالث أو رابع عيد. تقول له: والله أن أبو راشد مقبل علينا.
تقول إلا والله إن هذا أبو راشد عنده تحت الرعيش تحت يدعي. تقول ترى حنا ذا الحين ساكنين في بيوت في تالي بيوت الحجر، في آخر عهد بيوت الحجر. في ناس طلعت البيوت الشعبية، وفي ناس عندها بيوت مسلحة. البيوت الشعبية اللي بيوت العربية اللي طابوق، لكن السقف حقها يجي خشب. والبيوت المسلحة اللي صبيات وتعرفونها. تقول لكن حنا أبوي تراه شغال على بيت شعبي قاعد يسويه لنا، أو بنصح عفوا بيت مسلح، لكن ما بعد يخلص، لا زال فيه شغل، ولا زلنا في بيتنا الحجر. تقول إلا أبو راشد يدعي من تحت الرعيش: يا أبو عبد الله، يا أبو عبد الله. تقول يطلع لها، طلعت لها أنا: يلا حيه. قال وين أبوك؟ قلت أبوي والله إنه في المزرعة مو بهنا. قال إذا جاء قولي له إني مريت عليه وأنا أبيه في العلم اللي قد كلمته عنه، قولي له بس كذا وهو يعرف الموضوع ذا، أبجيه إن شاء الله بعد صلاة المغرب. تقول قلت طيب. مشى الرجال. تقول دريت أن الموضوع اللي هو يتكلم عنه أنه موضوعي أنا ولده. تقول يوم جاء قبل المغرب إلا أبوي مقبل. تقول علمته. قلت يا أبوي ترى أبو راشد جانا اليوم وينشد منك وقال أنه بيجي. قال إيه مرني في المزرعة وخلاص تقابلت وانتهى الموضوع. تقول عد على ما جهزنا عشانا وأمورنا وقهوتنا. تقول عاد نتقهوى ثم نتعشى. جيت صبيت لأبوي الفنجان له وقال يا غالية. قلت نعم. قال بعد أسبوعين إن شاء الله بنروحك على راشد ولد أبو راشد. تقول وقفت أنا لدرجة أني حتى الفنجان القهوة في يدي ما عاد قدرت لا أمده ولا أرده. إني واقفة تقول والله إني متسمرة في محلي، الفنجان في يدي ولا زلت ما قدرت حتى أمده، وحسيت لي دمعة خلاص وقفت في محجر عيني. قال أعطيني الفنجان يا بنت. تقول قلت هاي سم. تقول وأعطيها الفنجان. حطيت دلتي وقمت. قالت أمي ذا الحين تراها جالسة وأخوي جالس، أنت يا عبد الله، وأخوي الثاني مساعد برضو موجود وجالس، وحمده مرت عبد الله موجودة. قالت أمي فشلت البنت. قالت حمده يا عمه كلنا ترى نخجل، ولكن هي مستانسة هذا الحين، ما يدروني والله لاني مستانسة ولا شيء. تقول والله بقوم وقعد أتحسر هناك على حظي، أقول يا ذا الحظ، يا ذا الحظ اللي قطني ذا القطة هذه. تقول ترى بالنسبة الراشد ذا تراه رجال كفو ولا فيه كلام، لا هو ولا أبوه، لكن خلاص لأني أنا تعلقت في أبو سعد اللي هو أنت يا حسن، ما عاد قدرت أني أتخطى. وترى سبحان الله مشاعر المحبة فعلا تراها إذا انغرست في قلب الإنسان ما تطلع بسهولة. هي مصيرها تطلع ويبقى لها أثر، لكن ما تطلع بسهولة مثل ما جات بسهولة. تقول قال ترى بعد أسبوعين أرسك إن شاء الله، بعد أسبوعين بكرة ولا بعده بنبدأ نجهز لك. تقول قلت على خير. قالت أمي على خير إن شاء الله، مو أنا تقول قدني هناك. قالت أمي على خير. تقول وجاتني أمي وجاتني زوجة أخوي عبد الله أنت يا حمدة، وتبارك وتهني وما شاء الله، والله بتروحين تخلينا. قلت والله إني ما ودي لا أروح ولا أتزوجه ولا ما ودي به، الصدق والله ما ودي به، لكن وش أسوي؟ تقول والله فعلا بدينا نجهز، وخذني أبوي وداني لمحافظة قريبة منا، حنا في القرية ساكنين، وداني لأحد المحافظات اللي حولنا، وشريت لي ذهب وشريت لي ملابس وشريت لي أغراض، لأنه كان لا الذهب على الرجال هو اللي بيجيبه. تقول شريت أغراض ملابس وما ملابس، لأنه في ذاك الوقت كان إذا كانت شدة الذهب والملابس دائما التجهيز يكون على المعرس. بعضهم ايش يسوي؟ يجي يعطيها مثلا 5000 ريال، يقول خلاص اخذوا هذه 5000 روحوا جهزوا انتم، والذهب هو يروح يشتريه. فتقول هذا اللي حصل معنا، انه عطى ابوي 2000 ريال الظاهر، وقال خلاص هذه تجهيز شنطتها، وبالنسبه للذهب حنا بنشتريه وبنجيبه لكم. تقول عطونا 2000 وثم جات امه وزادتنا 2000 ثانيه، 4000 ريال. تقول تراها في ذاك الوقت 4000 ريال ذي تراها تجيب لك نص ذهب العروس، ما هو بس ملابس، لأن الكلام قديم. تقول والله فعلا رحت مع أبوي لأحد المحافظات اللي حولنا وتقضيت لي ملابس. تقول والله أنها مهما بدون نفس أمشي كل ما قالوا لي
تقول تراني متقضي لي مقاضيا، خلها على الله، مش حالك. يعني كل ما قالوا لي ناخذ لك ذا قلت ياخذوه بدون نفس. ماني يعني ما فيه ذيك الفرحة اللي ما ادري وين. تقول ترى من اول حتى لما تكون البنت موافقة على الواحد وتبيه، يعني مستانسة به، اللي كذا مثلا جوها مثل وضع اختي، يعني ودها بالعرس ولا ودها، بس انها مستحيه، ولكن لما تجي تتقضى تراها مستانسه، يعني تختار ابي ذا وابي ذا وابي ذا. لكن انا كل ما طلعوا لي شيء قالوا خذي ذا قلت خذيه، لدرجه ان والله ان مرت اخوي وامي هم اللي قاعدين يقول لي خذي ذي خذي ذي، وانا اقول طيب يلا يلا مشيت. تقول قضوا لي ورجعنا البيت وجاب الذهب. تقول عز الله بشيء يجمل يجمل صدق. في ذاك الفترة يوم عرست كان الذهب اللي جابوه لي مضرب مثل، مضرب مثل في القرية كلها، إنه كله قالوا إيه أنت مثل فلانة. تقول ترى ذا الرجال اللي أنا أخذته تراه من علية القوم، أبوه من علية القوم من ناحية المادة والمكانة الاجتماعية، تراه رجال ما وراه كلام. تقول والله هو تزوجت، جاء العرس وتزوجت. اخوانه 3 متزوجين، اخوان راشد 3 متزوجين كلهم وساكنين مع ابوهم في نفس البيت. بيتهم بيت مسلح وبيت كبير وبيت فيه يعني الكنبات ذي ترى ما نعرف هذاك الوقت، لكن تقول المخدات والزوالي، خاصة الزوالي ترى اللي بيتهم مفروش زوالي في ذاك الوقت ترى فن ما بكلنا يلقاه. والثلاجات ما هو بكل الناس تلقاها، والأفران ما هو بكل الناس تلقاها. بيتهم مؤثث من وإلى، يعني لهم من أثاث. وغرف النوم ترى ما هو بكل يعرفها إلا هم، ترى أول من شراها حنا. يعني أنا يوم عرست هم أول الناس اللي عندهم غرف نوم. تقول والله أعرست على راشد وأخذت لي فترة. تقول أخوي أختي صالحة ما طولت وحملت، وكذلك حمدة اللي أخذت أخوي عبد الله تراهم كلهم ما طولوا. تقول أنا والله نحن راحت الأيام وجات الأيام وخذنا لنا ما يقارب 6 شهور. خلال ال6 شهور طبعا حملوا ذوليك. أنا تقول ما لحد الحين ما في شيء. تقول والله أنا مع الوقت أني بديت يعني أتقبل زوجي، ما هو بذاك اللي مدري وين، لكني خلاص. وتقول ترى نحن أختي صالحة تراها في عند زوجها تراها تتعب وتشقى وتروح عندها أشغال وعندها أمور، عكسنا حنا. ترى حنا أشغالنا ما هي بواجد مثلهم، يعني فيه الحلال يرعونها العيال، المزرعة فيه من الحريم اللي في القرية يجون يساعدون لأنه رجال مقتدر ويقدر يعطي فلوس. يعني وضعي تقول أنا وضعي ما هو زي وضع أختي، كان وضعي أفضل. تقول خذنا لنا فترة يمكن 6 شهور 7 شهور بديت أحس بالحمل. تقول والله خدت 9 شهور وولد. ذيك الأيام ترى ما في ولادة كلها في البيت. تقول جاني وليد، ثم جاني بعده الثاني، ثم يوم من الأيام طلع زوجي بحمولة بيروح بها إلى أحد المحافظات القريبة. تقول وصار له حادث في الطريق توفي زوجها. تقول وياه حزن وياه كارثة وياه. تقول يا الله الله لا يعيد ذاك اليوم ولا يخليه يمر على حد. جانا الطاري قالوا فلان صار له حادث وترونه في المستشفى بين الحياة والموت. تقول يروحون له، يمشي أبوه يمشون أخوانه ويروحون ويدورون يبونه يبونه يبونه، يمجى الرجال قد توفى. تقول الله وقبروه، خذوه غسلوه ودفنوه وقام العزاء 3 أيام. تقول والله أني حزنت، والله أني حزنت حزن عظيم عليه، يعني إلى درجة ما تتصورها. يعني رغم أن في قلبي بقايا أبو سعد، لكني حزنت حزن شديد على زوجي، ما كنت أتوقع أني بحزن الحزن ذا كله. جلسنا بعده عندي ولدين. تقول أنا عندي ولدين ترى
تقول والله ما توقعت ولا طرى في بالي في يوم من الأيام أني بحزن عليه الحزن ذا كله، لدرجة أنه كان يسافر دائما، ما هو بيسافر يعني، عندهم تجارة وعندهم أمور، فكان دائما يطلع يروح للمحافظات اللي حولنا. أنت يا راشد هذا، ولا عمري أصلا حزنت له، يروح يقعد له يومين 3 أيام أسبوع، يجي ويروح ويجي عادي يعني، لدرجة أني ما حتى أتأثر واجد. لاني بحبه ولا اني بكرهه، اني اكرهه ما له كره، لكن له حب واضح، لا ما في حب واضح. فتقول حزنت عليه، والله اني حزنت حزن شديد. تقول اختي عندها ولد وبنت، عندها بنية ثم جاها ولد، وانا عندي ولدين، وكانت وقتها حامل اختها صالحة. تقول بعد ما خلص العزاء وخلصت عدتي، جاني عمي قال يا غالية، قلت نعم، قال نبي نزوجك فلان، واحد من اخوان راشد زوجها اللي توفى. تقول قلت له يا عم فلان صغير، شلون اخذ فلان؟ تقول هو فعلا يعني اصغر مني عمره، يمكن حدود 15 سنة. اخوانه اللي اكبر منه متزوجين كلهم متزوج، عنده مرة، واحد منهم متزوج له 2. قلت له والله يا عم فلان صغير وذا ما هو بوقتها الحين. تقول انا الحين لازلت في عندهم في البيت. جاني ذاك اليوم ابوي قال يا غالية، قلت نعم، قال مالك مقعاد في بيت ابو فلان، خلاص اجمعي عفشك وعودي معي البيت. تقول وراح لابو راشد وكلمه وقال يا ابو راشد، بعد ما مات راشد الله يرحمه، فلانة والله قدها لا زالت توها في عز شبابها، يعني عمرها ما بعد يمكن وصل حتى 20 أو 21 سنة، ولا هو من المعقول ولا هو من الصالح أنها تجلس في بيت فيه رياجيل مهما كان، يعني ذولي أخوان زوجها، والبنت لا زالت صغيرة. الحين أنا باخذها تقعد عندي، إن لحد من عيالك فقه فيها فخير وبركة، ما لحد فيها شيء فأنا جاني أحد زوجته. تقول قال خير إن شاء الله، خير بنجيكم إن شاء الله بنت عالم حنا وياكم. تقول أنا أخذت عفشي وأغراضي ورجعت البيت أهلي. كلمني أبوي، قال أبوي تقول يسولف ذاك اليوم، قال بنزوجك إن شاء الله لا تحزنين يا بنتي وكذا، وإن شاء الله عاد بيجي لك رزق، أنت توك صغيرة. قلت له يبقى سالفة الزواج والعرس لا تفتح لي الوقت هذا، الحين أنا بربي عيالي وبجلس. قال لا ما أنت بقاعدة تربين عيالك، أنت عمرك ما وصل حتى 21 ولا 22 سنة، توك صغيرة، السوالف ذي نسيها. وبالنسبة لولعانك إن جاء واحد وهو بيربيهم وبيقبل بهم خير وبركة، ما قبل بهم رديناهم لأهلهم وانتهى الموضوع، ولا يقعدون عندي، لكن جدهم وعمامهم أولى بهم من غيرهم. تقول والله إنه جدد لي جرح، نكالي جرح. قلت لها يبا خله لين يجي رزق وييسر الله كل أمر. تقول خذنا لنا فترة وجاء أنت يا أبو راشد وكلم أبوي، قال نبي ناخذ غالية، نبي نزوجها على ولدي محمد. محمد هذا عمره تقريبا تقول في ذاك الوقت حدود 15-16 سنة. قلت يا أبوي ماني ما أخذته، والله ماني ما أخذته، وصلا أنا مستغربة شلون أنه استشارني، لكن مشورته لي تراه لأن الولد فعلا صغير، وهو شاف وهو ما يبي يحس بتأنيب الضمير، وشاف أن الولد صغير، ولا تراه بيعطيهم الموافقة بدون ما يرجع لي، لكن شافني محزونة والولد صغير توه، فقال خلني برد لها، إن وافقت زوجناها وإن ما وافقت خلاص. قلت له يا أبوي والله ماني ما أخذتها، أنا يوم تزوجت راشد وهو عمره يمكن 10 سنين ولا 11 سنة، الحين حتى الشنب ما بعد يخط في وجهه، وشون تبي ناخذه؟ قال يا بنتي، وحاول انه يقنعني، وبنت واختي تحاول تقنعني، وامي ومرت اخوي واخواني. تقول قلت مرة ابدا والله ما اخذه ولا اسير حليله له لو ما يبقى له، وهذا بزر كبر ولدي، لا والله ماني ما اخذته. هو ما هو بكبر ولدها، لكن هي يعني من باب انه لا زال طفل، اتزوج طفل ماني متزوجته. تقول قال ابوي بكيفك، لكن حطي في بالك ترى لا جانا بكره واحد اخطبك، ترى ما هو بجايك الا واحد كبير، ما هو بجايك واحد شباب، هذا المتعارف عليه عند الناس والغالب اللي حصل.
ومن جاني تراني بزوجه، وحطي في بالك الشيء الثاني، ترى الناس ما هم مكلوفين في عيالك، عيال العرب ما حد مربيهم. يمكن يجي واحد إن قبل إن عيالك يكونوا معك خير وبركة، وإن ما قبل تراني بردهم لأهلهم، أنا ماني مسؤول عن عيال الناس. وضح كلامي يا غالية. تقول قلت أبد اللي الله كاتبه بيحصل. وإذا الحين قفلوا سيرة العرس ذا لن مالي فيه. تقول خذنا لنا فترة وتقدم واحد ورفضته نفس الشيء، أبوي عطاه، لكني تقول قلت له شوف يا أبوي، والله العظيم أنك لا تغصبني عليه، والله أني لارمي نفسي في البير، ماني متزوجة، عرس ما بالعرس، عيالي صغار ولا نب. اي تقول لن ذاك قال عيالها مالي شغل فيهم. تقول قلت له ابدا والله العظيم ما يحصل ولا اخذه الا ان كان بعيالي معي. قال لا والله عيالك انسي ما في عيال. قلت اجل والله ما اخذه، تجبروني عليه والله العظيم ان نحذف عمري في البير وان نموت، وعيالي اني لا اخذهم معي. قال تحذفين عمرك، تحذفين عمرك وتحذفين عيالك معك. قلت له هي والله ان احذف عمري واحذف عيالي معي. قال لا لا خليك. تقول شافني صادقة وابكي واصيح، قال خلاص تدرين خليك. تقول له في الفترة ذيك اختي كانت حامل صالحة، وجابت لها بنية، صار عندها ولد وبنتين، وصحتها تراها على قدها. تقول وقام زوجها وعرس، خذ له وحدة ثالثة، تزوج أنت يا حسن، خذ الثالثة، صار عنده ذا الحين 3 نسوان، مرتها الأولى وأختي ومرتها الجديدة. تقول أخذنا يمكن حول 2 ولا 3 شهور، ويتقدم لي شايب من الجماعة، إلا هو جاي ذاك اليوم عند أبوي. تقول أنا الجلسة اللي هم جالسين فيها بجنب على الرعش حق البيت، واسمع اللي داخل تراه يسمع. تقول بيتنا الجديد ترى ما بعد نسكن فيه، واللي داخل البيت تراه يسمع سوالف اللي جالسين على الرعيش ذا. تقول له قال أبي بنتك غالية. قال أبوي والله يا ابن الحلال غالية عندها عيال. قال يا رجال ما عليه، خلها تجي هو وعيالها، أنا بيها تقوم علي، أنا كبير ومرتي كبيرة، أنا بيها تقوم بيتنا. تقول وأقوم وأطلع له مع النافذة. قلت يا فلان، قال ها، قلت قهويت، قال لي، قلتها ماني ما أخذتك. قال أبوي يعقب يا بنت ارجع وراك. قلت له والله يا أبوي ما أخذه، يا فلان تراني في وجه الله فكني شرك. تقول والله يقوم علي أبوي ويدخل، والله يا جلدني جلد، والله يا جلدني جلد، إنه يغيظ العدو وهو عدو، إنه يرحمني ويحن علي من الشيء اللي جاني، لدرجة أنه هو اللي جاء ومسك أبوي. قال أبوي علي الطلاق، أنت أخذينه. تقول يوم قال كذا خلاص دريت أن الأمور خربت، ما عاد فيها كلام. قال يا ابن الحلال خلاص خلها هذا الحين، قال علي الطلاق أنت أخذك، وهي ما تشوف الدرب. تقول والله هو راح ذاك الليل وجلسنا لنا كم من يوم. تقول تراني الفترة دي ما عاد أقدر أتحرك، والله ما عاد أقدر أقوم من الشيء اللي جاني، ضربني بالمشعاب ضرب عند الله خبره. تقول يوم أخذنا لنا فترة قال ترى عرسك بعد أسبوعين. تقول واخذ لي يومين مدي 3 أيام، والله ما أقدر أشيل نفسي من فراشي من شيء جاني. يوم جاني بعدها قال اسمعي يا غالية. قلت نعم. تقول اخواني عندنا جالسين، كلنا جالسين في البيت. قال يا بنت اسمعي. قلت نعم يا ابوي. قال شوفي والله ثم والله انك لا تقولين كلمة واحدة وما توفين كلامي. انت المرة الاولى يوم خطبك محمد تقولين والله لا ارمي نفسي في البير. ما ادري اللي بعد محمد ما قلنا انه في واحد جاء خطبها في احد المرات قالت اني لا ارمي نفسي في البير. المرة ذي والله ثم والله لا تكسرين كلامي ان نرميك انت وبزرانك في البير. قلت له يا ابوي تقول وحاول فيه. قال لا تحاولين، بتاخذينه وانتهى الموضوع، وعرسك ترى بعد 3 أسابيع، غير شوفي وش انتي تبين علشان نروح نقضي لك. قلت ما بي شيء، كل شيء موجود عندي، ما بي شيء. قال بسلامتك، ما تبين شيء بسلامتك، الذهب عندك، كل شيء عندك. قلت لا، الذهب هو يجيب لي ذهب، غير الذهب اللي عندي ما له شغل فيه. تقول والله بالفعل عز الله، تقول فعلا راح ذاك شرى له زوجها الجديد
وشرى لها ذهب وشرى لها، أعطاها ما أدري كم اللي أعطاها، وأعطاها مهر. تقول والله المهر راح لأبوي ما لا أخذته ولا أدري عنه. تقول تزوجته وخدت لي معه أول 3 أو 4 أيام، إلا والله أن نص أهل البيت قلبوا علي، مرته وبعض بناته وعياله. سبحان الله، تقول كأني أنا اللي رايحة وخاطبه أبوهم، مو هو اللي جاء خطبني وخذني غصب. ومع العلم أنهم يدرون بالأحداث ترى دي كلها، يدرون بها. حتى أن زوجته جتنا، تقول جتنا ذاك اليوم قالت لا، تقول لأمي البنت ما تبيه وليش تغصبونها، يعني دريت أنها ما تبيني، لكن أمي توضح لها تقول والله ما هو على كيفنا، أبونا هو اللي خلاص غصبها، ما عاد تقدر تقول شيء، وأنت تدرين أن ما لنا كلمة ولا لنا، ما لنا يد في أي شيء. رغم ذلك ترى تقول متقاعدين لي سبحان الله، تقول اني عدوتهم. العيال ما كاني مرتبوهم، والمراه ما كاني ناس يسمونها جارتها وناس يسمونها رفيقتها، عاد ما ادري انتم وش تسمونها، لكن هي بلكنتها تقول ما كاني رفيقتها. تقول اخذت لي معاه تقريبا 1.5 إلى 2 سنين، والله ما جاها عيال منه، ولكن تقول ترى وضعه الصحي ما هو ولا بد، هو من أول كبير وتعبان شوي، يعني ما هو. تقول يوم جاء ذاك اليوم هو عند مرته الأولى، ترى سبحان الله، تقول في السنة الثانية أول ما تزوجته أخذت لي فترة يمكن ما يقارب 5 6 شهور ما يمسي دائما عندي، أكثر قعدته عندي. تقول كلنا في بيت واحد، لكن أكثر ما يمسي يرقد عندي في غرفتي. ثم صار بعدين عندي وعندها يتنقل. آخر السنة اللي مات فيها قبل ما يموت يمكن بكم من شهر، صارت جلسته كلها عندي. استاذن من امرته ذي، قال أنا ودي أقعد عند فلانة، قالت بكيفك، فكته. صارت جلسة أغلبها معي، يعني ممساه في الليل كلها عندها. تقول إلا ذيك الليلة اللي مات فيها، قال أنا ودي الليلة اللي قبلها، تقول له يسولف لي، قال يا غالية، قلت نعم. قال أول شيء كان أني ظلمتك معي، ولا والله إن غصبوك علي، تكفين سامحيني والله. تقول كأنه سبحان الله يدري أنه بيموت ولا بيودع. سامحيني ولا تحليني ولا تاخذين في خاطرك شيء. تقول عز الله أنه ما شفت منه إلا كل خير، وإني يتعامل معه كأنه أبوي، ما كأنه زوجي. رجال كبير يعني ما هو صغير، عمره تجاوز 70. وبيك تسمحين لي بكرة ودي أمسي عند فلانة. تقول قلت أبد ما عندي مشكلة، بكيفك اللي تبيه سوى. تقول والله فعلا ذيك الليلة راح ورقد عند امرته الأولى. يوم جاءت هذه الليلة الله تصيح، تقول نفزع مع الصوت والصياح. يوم نجي لا، قالت أحركه ما يتحرك، في العيال فيه شيء وش اللي فيه؟ قالت أبد، أمس هنا وجيت الحين بقوم صلاة الفجر، بقوم صلاة الصبح، إلا الرجال ما عاد يتحرك. تقول يقومون يتفازعون ويفتزعون بالجماعة وينقلونه يودونه المستشفى، قالوا متوفي. غسلوه ودفنوه وقومنا العزاء 3 أيام. تقول ترى ما جاني منها عيال، واخذت لي عندهم ما يقارب، تقول خذنا لنا يمكن 10 أيام مع أيام العزاء، وخذت قشي وقلت يلا بروح لأهلي. عيالها في فترة السنتين هذه، تقول أول ما تزوجت كانوا عند أمي في البيت، ثم جاء عمها أبو زوجها الأول راشد وخذ العيال. قال عيالنا دام انها تزوجت أبد عيالنا عندنا. تقول يجوني ويروحون ويجوني يروحون كلنا في نفس القرية، لكنه ما كان يمنعهم، أنت يا جدهم. وزوجها ما كان يقول شيء. الثاني إن جو شافهم يسلم عليهم ويضحك تقول عز الله أني ما شفت منه إلا كل خير، لا هو أنا ولا هو حتى عيالي. انهم تقول حتى عيالي يوم عاد قاموا يتكلمون يلا يلا، يعني انهم ينطقوا كلمه جد وجدو، ما تقول قلت هذا عمكم ما هو بجدكم. حتى البزران يعني يفكرونه جدهم، يشوفونه شيبه يفكرونه جدهم، لانهم يسمعون عيال اولاده وعيال بناته يقولون جدي، فقاموا يقولون يا جدي يا جدي، ما يعرفون جدو يقولون جدي. تقول رجعت لأهلي
تراني يوم جيت أرجع تفكر أحد جاني مسكني قال لي وين رايحة اقعدي وهذا بيتك وهذا كذا، لا والله ما حد حولي. تقول سألتني مرت المرأة الأولى قالت لي وين رايحة؟ قلت بروح أكمل عدتي في بيت أهلي. قالت الله يستر عليك. وهذا أتل العهد فيهم من ناحية جلسي معهم في البيت. رجعت بيت أهلي وخدت عيالي وقعدت. تقولها أخذنا لنا حول السنة. خطبني واحد وعييت مرة، قلت والله ما آخذه. تبي تذبحني يا أبوي بكيفك، لكن زواج ماني متزوجة. تقول الحين من بعد موت راشد أخذنا لنا قرابة 4 سنين أو 4 وشوي، يعني أخذنا والله أخذنا قد أخذنا عمر. تقول وصل عمري ذا الحين يمكنني وصلت حدود 24 سنة ولا حولها. يوم جاء ذاك اليوم إلا الصايح يصيح. وش العلم؟ قالوا صالحة. وش في صالحة؟ قالوا صالحة أعطتكم عمرها تطلبكم الحل. تقولوا يتصايحون يتفازعون ويوما الله لا يعيده علينا. صالحة هي قلنا من أول وهي تعبانة، ما هي بذاك الزود، وزوجها قلنا أنه تزوج بعد ما أخذها عقب ما جابت الولد، والبنت أعرس عليها أخذ له مرة ثالثة. وماتت صالحة الحين عندها 3 عيال، 2 وولد. تقول أبوي كان يحاول فيه أنه يعطينا العيال ولكنه رافض، قال لا عيالي يقعدون عندي. مرتي ماتت الله يغفر لها، لكن عيالي ما هم رايحين ديره بيجلسون عندي. تقول والله وخذنا مدة، والله خذنا مدة يعني حول يمكن 7-8 شهور بعد ما ماتت صالحة. تقول والله الحزن أنه في عيونه كان يحبها يموت فيها، يعني من بين نسوانه كلهم. ودائما حتى إذا حد سأله قال صالحة ما في مثلها في النسوان، ما في مثلها. وحتى نسوانه يشوفون ويدرون لكن ما يقدرون يقولون شيء. تقول يوم أخذنا 7 شهور ولا 8 شهور وعياله عندنا في البيت، وجاء يبي ياخذهم. قعدوا عندنا يوم جاء في الليل بياخذهم. قالت أمي تكفى يا أبو سعد خل العيال عندنا. يقول قامت بنته قالت يا أبوي خلاص خلهم عندي، أنا عندهم هنا وعمتي موجودة وكلنا حولهم، لا تخاف عليهم أبد، اعتبر أنهم عندك. تقول خلاهم يومين مدي 3 أيام. وجاء ذاك اليوم وجالس هو يا أبوي يسولفون. قال له أبوي يا أبو سعد عيالك ذولي والله يا أخي، قاموا يسولفون على الورعان. قال إلا أنا عندي لك رأي يا أبو سعد. قال وش الرأي؟ قال ورا ما تأخذ غالية وتخليها تربي عيال أختها. قال والله يا ابن الحلال أن تقول ترى نحن طلعنا من بيتنا ذاك القديم، قد سكننا الحين في بيتنا الجديد. قال والله يا ابن الحلال ما عاد نسوان، وذا الحين قدني عمري حول 60 ولا دون 60 شوي. قال يا رجال انت توك الله يعطيك الصحة والعمر أخذ البنت. تقول اللي يقول لها الحين أبوي تراه صاحب لأبوي وصديق، يعني ما يسمع فيه بغض النظر عن النسب اللي بيننا والصلة وذي بينهم صحبة وأخوة. قال يا رجال خذ نصيحتي خذ البنت هذه مرمل وانت. قال أبوي اسمع يا حسن قبل ما أكون نسيبك. تقول تراه أنت يا حسن ما ينادي أبوي يا عم، ولا أمي ما يقول لها يا عمه، ينادي أمي باسمها ولا يوم عبد الله، وينادي أبوي يا أبو عبد الله ولا يناديه باسمه، ما يقول له يا عم. قال اسمع يا حسن قبل ما أكون نسيبك أنت تدري أني أنا وياك أخوان دنيا، وأن الرفقة والصحبة اللي بيني وبينك فوق السوالف ذي كلها وقبل الكلام ذا كله، وتدري أنك غالي ومقدر ومحشوم، ولو تبي عيوني الثنتين أعطيتك إياها، بصرف النظر عن النسب اللي صار بيني أنا وياك، إن بنتك عند ولدي ولا أنك قد خذيت بنتي الله يغفر لها. خذ علمي وخذ كلامي، ترى عيالك يتمان ولا حد مربيهم، اليتيم ما حد يبيه وأنا أخوك. والله النسوان ما يربينا الواحدة يا الله أنها تربي عيالها، ما هي مربية عيال النسوان. وعيالك ما حد بقايم بهم وحان عليهم إلا خالتهم. أخذ البنت توها قد تزوجت راشد ولا طول معها
والله يغفر له وتوفي. وثم أخذت زوجها الثاني ولا طولت معه وتوفي، أخذت لها معه سنتين ولا دونها ومات. والأرزاق ما تدري، أنت ذاك اليوم تقول له إن كانك بتعطيني غالية وأقول لك لا أخذ صالحة، والحين هذه دارت الدنيا وراحت، والظاهر أنها من نصيبك مكتوبة لك، فخذها وأنا أخوك إن كان أنك تقدر في النسوان، وإن كان أنك ما تقدر عد هذه باب وله جواب. قال لا والله المسألة ما هي بإني أقدر ولا ما أقدر، إلا والله أقدر الحمد لله، لكن ما أدري يا أخي وش علوم بنتك، هي بتقبل ما هي بتقبل. قال مالك شغل في بنتي، أنت ألزم ما عليك نفسك. قال بدأنا توكلنا بالله. قال ولا بي منك شيء، لا مهر ولا شيء، جهزها وخذها. تقول جاء أبوي قال يا غالية، قلت نعم. قال ترى فيه رجال تقدم لك وتراني رحبت به وعطيته. تقول لا زال، ترى لحد الحين لا زال انه جاي بس يعلمني انه وافق، يعني اني تراني بزوجك. تقول قلت يا ابوي انا لا ابي زواج، ابي اربي عيالي. قال لا لا، ذا اللي بياخذك انت وعيالك. قلت ابدا ما بيه. تقول قال اقول الكلام لا يكثر، بتاخذينه وانت ما تشوفين الدرب، والكلام لا يزيد ولا ينقص. انا جاي اعلمك، ماني بجاي استشيرك. جهزي ترى في غضون شهر ولا يمكن أقل، ولا فيه لا عرس ولا خرابيط، بيجي ملك وذبيحتين وتسرين معه. قلت والله ما أبيه، وأنا قال والله أنت تاخذينه والكلام لا يكثر. قالت أمي من هو يا مخلوق، من هو ذا اللي بياخذها؟ يقول قال حسن. تقول يوم قال حسن فز قلبي معه. قلت وش حسن؟ قال حسن زوجة صالحة الله يغفر لها. تقول يوم قال كذا قلت والله يا أبوي إني ما ودي بالزواج، لكن اللي ودك. تقول وقف طالع فيني قال اللي ودي، وش غير رايك؟ قلت ما غيرت رايي، لكن أنت المرة الأولى ضربتني قدام الرجال ما فكري منك إلا هو، وفي كل الأحوال أنت بتزوجني غصب ولا رضا، باخذها على قولك، خلاص وش عاد أقعد أنا وياك في أخذ وعطاء. قال إيه هذا كلام الزين، هذا كلام الزين وأنا أبوك. وأنت يا فلانة، تقول أختي اللي أصغر مني، ترى اسمها وضحى، أنت يا وضحى، ترى فلان تقدم لك وتراك عقب شهرين بنروحك عليه إن شاء الله. تقوم تصيح أختي والله ما أخذه، والله ما بي. قال والله أنت أخذينه ورجولك على رقبتك. تقول ترى واحد من الجماعة ولا زال صغير ما هو بكبير، لكنها الثانية متعد، ذاك عنده مرة وذي أختي الثانية اللي هي وضحى. يا أبوي أنا ما بي. قال ما هو على كيفك ما تبينه. الوكالة تقول خذنا لنا شهر، أقل من شهر. قال لي نقضي لك مقاضي، تبين شيء؟ قلت لها ما مقاضي عادية. تقول رحنا قضيت لي أغراض بسيطة كذا. قال خلاص أجل وش نقعد نعطل الأمور ونأخرها، بيته جاهز وأموره جاهزة. تقول والله بالفعل جاء وملك ورحت. تقول والله العظيم إني فيني شيء ما أدري وش هو، بس إني فيني سعادة ما بعد شعرت فيها. تقول والله بالفعل سريت مع الرجال وسكنت في نفس بيت أختي، وعندي عيالي وعندي عيال أختي، وأخذت معه فترة طويلة. عاد تقول تزوجت أختي وتزوجوا إخواني اللي باقين. تقول والله أن أسعد أيام عمري ذا الأيام اللي أنا قضيتها معه. تقول عشت والله أني عشت لي في سعادة غامرة مع الرجل هذا يعني. وعلمه قعدت أسولف يوم من الأيام معه، قلت تدري يا أبو سعد؟ قال ها. تقول وعلمه بسالفته اللي هو يا أبوي يوم أنهم جالسين على الرعيش يسولفون، ويقول له أبوي ما ودك تعرس اللي قلناه في بداية قصتنا. قال يا سبحان الله، أثر القدر صدق ما منه مفر، وثر النصيب يصيب. يعني شوفي راحت السنين وراحت الأيام وانتي وفي النهاية خدتك. يعني بعد السوالف ذي خذت لها ما يقارب حدود 9 سنين أو 8 سنين أو حولها لو تحسبونها، وفي النهاية فرت الدنيا وتزوجت لها رجالين، وهو الثالث رجعت يقول ورجعت خدتك في النهاية. قلت له والله إن من يوم إنك تجينا تجيب لنا الحماط وتجيب لنا الزبيب وتجيب لنا التمر في مخباك، التمرة اللبانة اللي يسمونها اللبانة، وتعطينا إن من عادني بزرة وأنا أعشقك ومت فيك إذا ما تدري يعني. تقول والله بالفعل والله إن كان لي قيمتي ولي حظوتي عنده. مات الله يغفر له قبل كم من سنة. تقول أبوي مات وأمي قدها خلاص كبيرة وتعبانة،
ولكن راحت الدنيا على ذا الناس وذا العالم اللي مات واللي لا زال حي. وتقول الحمد لله حتى أن النسوانة تقول مرتها الأولى توفت، بقت الثانية اللي خذها عقب أختي، تقول عيالها قدهم كبار، وأنا الله رزقني الحمد لله، قد جبت لي من حسن ذا، تقول جبت لي منه 3 بنات وجبت لي 4 أولاد، 7 غير ال2 اللي جابتهم من أول من راشد، وعيالي أنا اللي مربيتهم وكان يعاملهم كأنه أبوهم لين كبروا. تقول والله أنهم كبروا وأنهم لدرجة أنهم ما كانوا ينادونه إلا أبوي أبوي، ما يقولون له أبوي، ما يفرق بينهم وبين عياله اللي مني أو عياله اللي من نسوانه الثانيات. تقول الحمد لله عشنا في سعادة لين مات. والله أني من مات إلا ذا النهار اليوم يلكحله ما عاد حطيتها في عيني، ولا عاد لبست اللبس اللي يزهي ود النسوان يلبسونه من حزني ومن قهري عليه. ومثل ما قالوا فعلا النصيب يصيب والقدر والمكتوب لك بتاخذه، مهما طالت الدنيا ولا راحت ولا جات بتاخذها. اكتبوا لي الفوائد اللي انتم استفدتوها من قصتنا هذه، وبإذن الله تعالى نلتقي معكم في قصة وسالفة جديدة بكرة ولا بعد بكرة. نستودعكم الله، تصبحون على خير. تقول واخذ لي يومين مدي 3 أيام والله ما أقدر أشيل نفسي من فراشي من شيء جاني. يوم جاني بعدها قال اسمعي يا غالية، قلت نعم. تقول اخواني عندنا جالسين، كلنا جالسين في البيت، قال يا بنت اسمعي، قلت نعم يا ابوي. قال شوفي والله ثم والله انك لا تقولين كلمة واحدة وما توفين كلامي. انت المرة الاولى يوم خطبك محمد تقولين والله لا ارمي نفسي في البير، ما ادري اللي بعد محمد ما قلنا انه في واحد جاء خطبها في احد المرات قالت اني لا ارمي نفسي في البير. المرة ذي والله ثم والله لا تكسرين كلامي ان نرميك انت وبزرانك في البير. قلت له يا ابوي تقول وحاول فيه، قال لا تحاولين بتاخذينه وانتهى الموضوع، وعرسك ترى بعد 3 أسابيع، غير شوفي وش انتي تبين علشان نروح نقضي لك. قلت ما بي شيء، كل شيء موجود عندي ما بي شيء. قال بسلامتك، ما تبي شيء بسلامتك، الذهب عندك كل شيء عندك. قلت لا، الذهب هو يجيب لي ذهب، غير الذهب اللي عندي ما له شغل فيه. تقول والله بالفعل عز الله، تقول فعلا راح ذاك شرى له زوجها الجديد وشرى لها ذهب وشرى لها، أعطاها ما أدري كم اللي أعطاها، وأعطاها مهر. تقول والله المهر راح لأبوي ما لا أخذته ولا أدري عنه. تقول تزوجته وخدت لي معه أول 3 أو 4 أيام، إلا والله أن نص أهل البيت قلبوا علي، مرته وبعض بناته وعياله. سبحان الله، تقول كأني أنا اللي رايحة وخاطبة أبوهم، مو هو اللي جاء خطبني وخذني غصب. ومع العلم أنهم يدرون بالأحداث ترى دي كلها، يدرون بها. حتى أن زوجته جتنا، تقول جتنا ذاك اليوم قالت لا، تقول لأمي البنت ما تبيه وليش تغصبونها، يعني دريت أنها ما تبيني، لكن أمي توضح لها تقول والله ما هو على كيفنا، أبونا هو اللي خلاص غصبها، ما عاد تقدر تقول شيء، وأنت تدرين أن ما لنا كلمة ولا ما لنا يد في أي شيء. رغم ذلك ترى تقول متقعدين لي سبحان الله، تقول إني عدوتهم. العيال ما كأني مرتبوهم، والمرأة ما كأني ناس يسمونها جارتها وناس يسمونها رفيقتها، عاد ما أدري أنتم وش تسمونها، لكن هي بلكنتها تقول ما كأني رفيقتها. تقول أخذت لي معاه تقريبا 1.5 إلى 2 سنين، والله ما جاها عيال منه، ولكن تقول ترى وضعه الصحي ما هو ولا بد، هو من أول كبير وتعبان شوي، يعني ما هو. تقول يوم جاء ذاك اليوم هو عند مرتها الأولى، ترى سبحان الله. تقول في السنة الثانية أول ما تزوجته أخذت لي فترة يمكن ما يقارب 5 6 شهور ما يمسي دائما عندي، أكثر قعدته عندي. تقول كلنا في بيت واحد، لكن أكثر ما يمسي يرقد عندي في غرفتي. ثم صار بعدين عندي وعندها يتنقل. آخر السنة اللي مات فيها قبل ما يموت يمكن بكم من شهر، صارت جلسته كلها عندي،
استاذن من امرته ذي، قال أنا ودي أقعد عند فلانة، قالت بكيفك، فكته. صارت جلسة أغلبها معي، يعني ممساه في الليل كله عنده. تقول إلا ذيك الليلة اللي مات فيها، قال أنا ودي الليلة اللي قبلها، تقول له يسولف لي، قال يا غالية، قلت نعم. قال أول شيء كان أني ظلمتك معي، ولا والله غصبوك علي، تكفين سامحيني والله. تقول كأنه سبحان الله يدري أنه بيموت ولا بيودع. سامحيني ولا تحليني ولا تأخذين في خاطرك شيء. تقول عز الله أنه ما شفت منه إلا كل خير، وإني أتعامل معه كأنه أبوي، ما كأنه زوجي. رجال كبير يعني، ما هو صغير، عمره تجاوز 70. وبيك تسمحين لي بكرة ودي أمسي عند فلانة. تقول قلت أبد ما عندي مشكلة، بكيفك اللي تبيه سوى. تقول والله فعلا ذيك الليلة راح ورقد عند امرته الأولى. يوم جات هذه الليلة الله تصيح، تقول نفزع مع الصوت والصياح. يوم نجي لا، قالت أحركه ما يتحرك، في العيال فيه شيء وش اللي فيه. قالت أبد، أمس هنا وجيت الحين بقوم صلاة الفجر، بقوم صلاة الصبح، إلا الرجال ما عاد يتحرك. تقول يقومون يتفازعون ويفتزعون بالجماعة وينقلونه يودونه المستشفى، قالوا متوفي. غسلوه ودفنوه وقومنا العزاء 3 أيام. تقول ترى ما جاني منها عيال، واخذت لي عندهم ما يقارب